أحمد الفيشاوي يتصدر الترند بعد إعلانه عن سرقة دراعه الشمال اللي عمله بمقابل 1,000,000 دولار. شال دراعه الأولاني وعمل دراع مكانه بالذهب. لو مش عارف الموضوع تابع معايا وهنشوف التفاصيل. بس في الأول صلى على النبي. طبعا أحمد الفيشاوي كان متصدر ترند من فترة قريبة جدا بسبب وفاة مامته، وكان منهار جدا واتخانق مع كتير مع الصحفيين ومع الناس اللي كانت بتحاول تصوره، وطردهم كلهم بره، واتصدر الترند على انه كان سلوكه مش كويس. حاول ان هو يعلمهم اكتر من مره ازاي يتعاملوا معاه في الجنازه، بس الموضوع ما كانش طبيعي جدا. طبعا احنا عارفين ان الصحفيين في الوقت ده بيبقوا بيلحقوا على بعض، يعني عاملين زي مسابقه اللي يقدر ياخد اللقطه اكتر. مش بيتعاملوا بطريقه كويسه او بتدور حتى كل واحد يصور، لا، حاولوا ان هم اكتر من مره يضايقوه، فبدا يقول لهم خلاص خدتوا الصوره صورتوني اتفضلوا امشوا. وبدأ الناس يتريقوا عليه ويتكلموا هو انت بتتكلم كده ليه، انت بتتعنطز على ايه، هو انت فاكر نفسك مين، وبدأوا يهنوه. وفي فريق تاني بدأ يقول عنده حق، هو دلوقتي في ايه ولا في ايه. الصحفيين اللي بيروحوا يسألوه بعد وفاة مامتك هتعمل ايه، بعد وفاة مامتك انت حاسس بايه، طب انت بتبكي ليه، انت للدرجة دي كنت بتحبها، طب انت كنت جنبها يوم ما توفت، طب انت كنت جنبها وهم بيصلوا عليها. وبدأوا ان هم يسألوه أسئلة غبية. عشان كده بدأ ان هو يتعصب عليهم، وان هو بدأ يتعصب عليهم ويتعامل معاهم بسلوك غير كويس، لانه قبل كده كان حاول ان هو يعلمهم بسلوك كويس، وقال لهم لو انتوا واقفين بتصوروا اي ممثل او اي فنان على السجاده الحمراء بتبقوا واقفين بنظام احسن من كده. وبدأ ان هو يقول لهم اتعاملوا كويس وخليكوا عندكم ذوق اكتر من كده عشان ما تعملش معاكم باسلوب غير كويس. وبعد العزا وبعد ما تصدر الترند رجع تاني وتصدر الترند بان هو كان في حفله غنائيه كبيره جدا بعد وفاه والدته بيومين، ومع انه كان منهار جدا وعمال يعيط في العزا، الا ان هو كان بيضحك وبيهزر وبيرقص وبيغني مع اشهر مغني اجنبي، وكان مبسوط جدا وعمال بيرقص ولا اكن حد توفاله. الناس كتير برضو هجمته ورجعت تقول له وانت مش كنت بتعيط في وفاة مامتك، وان انت ازاي قدرت تتخطى وفاتها، وان انت ازاي قدرت تتخطى الانهيار اللي انت كنت فيه. احنا نفسنا كمتابعين لسه مش قادرين ننسى ان مامتك اتوفت، فانت ازاي نسيت حاجة زي دي وعمال بتهزر وتضحك. كان برضو بيضايقهم ان هو بيطلع يرد عليهم بصور وبطريقة غير مباشرة، بمعنى أصح إن هو كان بيطلع بيغني أو إن هو بيطلع على ميوزك ويعمل نفسه بيرقص كده بيحرك دراعه على أي ميوزك موجود على أي أبليكيشن، وكان الكل مستغرب من تصرفه. الفكرة هنا إن أحمد الفيشاوي دايما معروف بإن هو تصرفاته غير متزنة، بمعنى أصح إن هو بيمثل الأجانب، بدأ إن هو يقلدهم في حاجات كتير جدا من فترة كبيرة جدا، ومن كتر ما هو بيقلدهم مش بس بيغني أغانيهم أو بيتعامل بطريقتهم، ده بدأ إن هو يلبس حلقان وبدأ إن هو يدق وشم على جسمه كله، وكل ما بيختفي وبيظهر بتلاقي جسمه مليان وشم اكتر من الاول. من فتره قليله جدا بدا ان هو يعلن على ان هو هيعمل بتر لدراعه الشمال، وان هو هيركب مكانه دراع ذهب، وقال ان هو بقيمه 1,000,000 دولار، وان هو هيصرف عليه كتير جدا، ومش مجرد ان هو يعمل الحركه دي عاديه وخلاص. وقال لك ان الدراع مش بس هيبقى دراع عادي من الذهب، لا، ان هو كمان هيبقى في قلبه مفصلات، وهيبقى في قلبه كل حاجه كانه دراع الحقيقي. وقال ان هو هيصرف عليه كتير جدا، وان هو هيعمله في بلد بره، وان هو هيعمله في بلد اجنبيه. وقال ان هو هيصرف عليه كتير جدا، والفكره مش فكره عابره. في منهم قالوا ان الفكره دي بتدعم الناس اللي عندها مشاكل في بتر دراعاتهم، وان هو هيوصل لهم رساله ان انتوا تقدروا تستبدلوا اي بتر حصل لكم بطريقه بسيطه جدا. وفي اللي قال ان هو هيعمل دراعه الشمال وهيحطه في متحف على اساس رمز من رموز القوه، ان هو قد ايه دراعه ده اهم حاجه عنده، وان هو دراعه ده اللي خلاه مشهور ومعروف وناجح لحد دلوقتي. الفكره هنا ان هو اعلن الخبر على صفحته على جميع وسائل التواصل في نهاية 2025. الفكرة بقى ان قبل برضو السنة ما تنتهي، بعد فرحته بان هو هيعمل حاجة زي دي وقد ايه مبسوط بيها، وقد ايه هو عمال يتكلم عن نفسه وعن الدرع الذهبي اللي هيعمله اللي كلفه اكتر من 1,000,000 دولار، وساعات كان بيتقال ان هو 1,000,000 دولار بالظبط. الفكرة هنا ان هو اعلن عن سرقة الدراع قبل ما يورينا صورة الدراع، بمعنى ان هو بعد ما اعلن عن خبر الدراع اتقالك على طول ان هو اتسرق. وبعد كده طلعت صحف وبرامج طلعوا قالوا ان هو كان حاطط الدراع في متحف او في صندوق كده زي متحف، وبعديها على طول ان الدراع اتسرق بدون اي انذار خلال 3 دقايق. بمعنى اصح ان اثناء تفريغ الكاميرات في المتحف اللي كان محطوط فيه دراع احمد الفيشاوي الذهبي اللي هو قيمته 1,000,000 دولار، يا دوبا حد دخل في خلال 3 دقايق اخد البوكس بالصندوق بالدراع وخرج على طول. وده الكاميرات اكدته على جميع وسائل التواصل او على جميع الصحافه اللي طلعوا واتكلموا. الفكره هنا ان احمد الفيشاوي قال لك ده مش سرقه عاديه، دي رساله مبطنه بتوصل لي،
حد هنا بيحاول ان هو يهددني بس بطريقه غير واضحه. وكمل كلامه وقال ان هو مش هيسكت، كل حاجه موجوده قدامكم في سكرينات عشان محدش يقول ان احنا بنهبد. الفكره هنا ان انت تفتكر الكلام ده حقيقي ولا مجرد اشاعات وكذب. في حد ممكن يدفع مليون دولار علشان يعمل دراع ذهبي بدل دراعه، بالاضافه ان هو اصلا كان مصور حاجه زي دي اثناء ما كان بيعملها، وده كله موجود عندك في السكرينات الموجوده قدامك. يعني مش مجرد كلام وخلاص، احنا بنجيب لك ادله على كلامنا. يعني كل ده موجود عندكم على جميع وسائل التواصل. لو انت قاعد ضيعت وقت دقيقه من وقتك ورحت عملت سيرش على اي ابلكيشن، حتى ابلكيشن التيك توك، هتلاقي ان الكلام اللي انا بقوله لك ده فعلا موجود، وموجود ليه فيديوهات، وهو نفسه موثقه وموثقه على جميع وسائل التواصل. اي بوست بنزله او اي حاجه موضوع انا بتكلم عنها ببقى جايباها من صحف ومصادر موثوق فيها عشان ما اشيلش مسؤوليه اي خبر ينتشر. الفكره هنا ان انت تصدق موضوع زي ده، ان في فعلا حد ممكن يدفع مليون دولار عشان يوثق ان دراعه سبب نجاحه فيعمل له دراع ذهبي، ولا كل ده هبد؟ اشوفكم في فيديو جديد. وصلنا لنهايه الفيديو، مع السلامه.